الله، ريحة الأكل تجنن. إيه الأكل الحلو ده؟ إيه الحلاوة دي يا سعاد؟ اصل ادهم وامينه بيحبوا الاكل ده، بس هما فين ادهم وامينه؟ إيه يا ست انتي؟ إيه اللي هما فين دول؟ ما هم حواليك يا بنتي هم. ربنا يخليهم لك ويحميهم لك يا رب. حواليا حواليا بالاسم بس، لكن كل واحد فيهم عايش في العالم بتاعه لوحده. محدش فيهم بيشاركني في همومه، وكأن ملهمش أم عايشة على وش الدنيا. انتي بتقولي كده ليه بس؟ هما تلاقيهم خايفين على زعلك يا حبيبتي. خايفين على زعلي؟ يعني هو أنا هبقى مبسوطة لما ألاقيهم مخرجيني بره حياتهم؟ هبقى مبسوطة يا سوسن؟ هو إيه اللي حصل يعني علشان تقولي الكلام ده كله؟ عندك أدهم مثلا، أدهم فجأة حاله اتشقلب، وأنا حاسة قلبي حاسس إن في حاجة وهو مخبيها عليا. لا وقال إيه؟ اللي جد بقى إن هو بيبات في الشغل. قال صاحب المطعم مستعجل. ولا أمينة؟ أمينة أمينة اللي ما كانتش بتخبي عليا أي حاجة يا سوسن، فجأة بقالها كام يوم متغيرة وساكتة وما بتتكلمش ولا بتقول حاجة. أنا مش عارفة هما يعني لما يضحكوا عليا ويعملوا نفسهم مبسوطين قدامي انا مش هحس؟ انا امهم يا سوسن. بس يا حبيبتي ما تعمليش في نفسك كده، كفايه بقى، حرام عليك. وبعدين بصراحه بقى انا عايزاكي ما تضغطيش على امينه، ما تضغطيش على امينه اكتر من كده، حرام عليكي، كفايه اللي هي فيه. سوسن، في حاجه انت عارفاها عن امينه انا ما اعرفهاش؟ في ايه يا سوسن؟ قولي لي. هحكي لك كل حاجه. كده هنزود على الاوردر واحد بيبسي صح؟ أمينة، ماشي كده خلاص الاوردر تمام. أنا خليكي تيجي بقى شفت الصبح على طول عشان أصطبح بالجمال ده كل يوم. والله؟ وايه كمان؟ مالك يا أمينة، أنت متغيرة معايا كده ليه؟ انا متغيره؟ ليه؟ هو انت عملت حاجه؟ ركز في شغلك يا حبيبي. حبيبي؟ رنا تعالي. انت قلت لأمينة ايه بالظبط؟ قلت لها ايه على ايه؟ للدرجة دي مش خايفة على أكل عيشك ولا ايه؟ انا اخلصي يا رنا، قلت لها اخلصي. قلت لها اللي شفته. طب امشي امشي يلا. أمينة، رنا دي كدابة. انت هتصدقي وتكدبين انا؟ وبعدين قصدك على ايه؟ انا على البنت اللي كانت معايا دي اختي يا أمينة. اختك؟ ايوه بجد؟ اختك حاطه راسها على كتفك وانت حاطط ايدك على بطنها؟ أمينة أرجوك فهميني. امشي يا شادي بدل ما الم عليك الناس وتضحك، وانت نقطه ضعفك الفضايح. امشي خلاص امشي. عامل ايه النهارده يا ادهم؟ طمني. عارف يا عمرو، ايه؟ انا شاكك ان نور مش بنتي. يا نهار اسود، يا نهار اسود، ما هو من السم اللي في جسمك والهلاوس اللي بتبوظ دي كلها. اسمع بس مني. مين اللي جاي دلوقتي؟ كده برضو يا ادهم؟ انت ليه عملت كده؟ بقول لك ايه، انا ما كانش ينفع اسيبك لوحدك، وبعدين ده غالك برضه. قالوا ايه يا اخويا انت وهو؟ انا ابوه يا ابني. معقول يا ادهم؟ معقول تمر بكل ده وابوك ما يبقاش سندك وظهرك؟ انا هنزل بقى اشوف الشغل اللي انت سايبه كل ده.
اهدى يا حبيبي. تعال تعال يا حبيبي، تعال تعال. ان شاء الله هتبقى زي الفل ان شاء الله. انا مبسوطه قوي ان انت رجعت لنا يا مريم. والله البيت والمدرسه والبلد كلها كانوا وحشين من غيرك. الحمد لله على السلامة يا أستاذة مريم. شفت بقى ربنا جاب لك حقك إزاي؟ عشان أنت طيبة وعمرك ما أذيتي حد. والله انتوا كنتوا وحشني قوي. يعني انا طول الوقت كنت بقول ان انا يعني مش عايزه ارجع وكده، بس الصراحه انا بعتبر المدرسه هنا بيتي. وبيتك نور بيك يا مريم. عايزاكي بقى تجهزي يا حبيبتي عشان قدامك شغل كتير. انا اتفقت مع استاذ الهامي ان احنا عايزينك تكوني مديره الحمله اللي هنعملها ضد التنمر. ايوه استاذ الهامي قال لي دي فكره هايله قوي. طب هسيبك بقى تسلمي على زمايلك وبعدين تقابليني في مكتب استاذ الهامي عشان افهمك بقيه التفاصيل. حاضر يا فندم. يلا مستنياكي. مبروك. الله يبارك فيك. تعالي بقى احكي لي ايه اللي فاتني. ها يا خديجه، عامله ايه يا حبيبتي؟ كويسه، يعني بحاول اكون كويسه. بتحاولي؟ يعني ايه بتحاولي دي؟ قولي لي يا حبيبتي في ايه؟ في ولد بيستفزني، بيقعد يرمي كلمه هنا ونظره هناك، وبيتريق عليا مع اصحابه، بيبص لي في كل حته. مش هو لوحده اللي بيعمل كده، يعني كل الشباب بتعمل كده. لو حاولت انجح بيقولوا اكيد وراها حد، ولو رفضت حد بيقولوا متكبره، ولو وافقت بيقولوا سهله. كأن طول الوقت لازم ادي براهين. انت عارف، انا ساعات بحس ان كل الشباب مش عايزيني انجح عشان بس انا شاطره. بصي يا حبيبتي، الرجاله في الدنيا دي بيبص للست من زاويتين اتنين مفيش غيرهم، يا فرصه يا منافسه. لو لقوا فرصه يا بنتي هيحاولوا يجربوا منك ويستسهلوا الدنيا، وده بمقابل، حتى لو المقابل ده يا بنتي مش واضح. ولو لقوكوا منافسه هيحاولوا يقللوا منك علشان ما تنجحيش ويوقعوكي. فانت لازم يا بنتي تختاري فرصه سهله ولا منافسه صعبه. ما ينفعش اكون الاتنين. لا يا حبيبتي، الدنيا دي يا خديجه ما ينفعش، لازم تختاري. عشان توصلي يا بنتي ما تمشيش ورا ضحكهم ولا مجاملاتهم. خلي دايما في مسافه، وما تستنيش من حد ان يسقف لك او يقول لك كلمه حق. لو حد عرض عليك مساعده مش واضحه ارفضي على طول. ولو حد قلل منك يا بنتي خليه يشوف النتيجه مش بالكلام. الرجاله يا بنتي بتحترم الست اللي عارفه قيمتها حتى لو هيتضايقوا منها، وبيستسهلوا الست السهله. فانت اختاري اللي انت اتربيت عليه يا بنتي. بص يا بابا، هو في ولد بعينه بيتريق على لهجتي، بيحاول يجرب لي بطريقه مش كويسه. معاكي رقمه؟ الو، اللي بيكلمك ده ابو خديجه. بصرف النظر عن ان انت جليل التربيه وجليل الادب، احب اقول لك حاجه. اللهجه اللي انت بتتريق عليها دي لغه اجدادك. هي دي اللهجه اللي اتفرع منها كل اللهجات المصريه، ومنها اللهجه اللي انت بتتكلم بيها وبتتريق بيها على خلق الناس. يا محترم يا متربي، انا ابوها اللي بيكلمك وهجيبك لو في اخر الدنيا. وانا بقول لك اهو، حسك عينك تجرب من خديجه تاني، فاهم ولا لا؟ غور. شكرا يا بابا.